أهلا بكم. البداية بالمنتخب الوطني، أين أكدت مصادرنا من بيت الفاف أن محمد روراوة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم حسم أمر المدرب الجديد للحضور رسميا، واتفق معه على كل التفاصيل رافضا الخوض في الموضوع مع وسائل الإعلام. وأكدت مصادرنا أن المدرب الجديد سيكون في الجزائر بحول الله الخميس المقبل، أين يحل بمركز سيدي موسى لتوقيع العقد والشروع في تدريب رفقاء رياض محرز. أكثر تفاصيل مع رضوان عنان. بعد تلقيه ردا سلبيا من المدرب البلجيكي مارك فيلموتس، سارع رئيس الفاف محمد روراوة للحسم مع المدرب الجديد للمنتخب الوطني الذي كان يضعه خيارا ثانيا بعد فيلموتس. ومن المنتظر أن يحل المدرب الجديد بأرض الوطن الخميس لأجل التوقيع على عقده قبل تقديمه أمام وسائل الإعلام. هذا واستدعى روراوة كامل أعضاء الطاقم الفني الوطني السابق للتواجد الأربعاء في مركز سيدي موسى وقضاء الليلة هناك حتى يكونوا في استقبال الناخب الوطني الجديد. وتعمد رئيس الفاف محمد روراوة تقديم موعد أشغال المكتب الفيدرالي لشهر نوفمبر المقبل، حيث تقرر أن تعقد الخميس استثنائيا، حيث ينتظر خلاله أن يعلن روراوة رسميا عن اسم الناخب الوطني الجديد. رئيس الفاف محمد روراوة تقديم موعد أشغال المكتب الفيدرالي لشهر نوفمبر المقبل، حيث تقرر أن تعقد الخميس استثنائيا، حيث ينتظر خلاله أن يعلن روراوة رسميا عن اسم الناخب الوطني الجديد. يعيش معسكر المنتخب النيجيري ضغطا رهيبا قبيل القمة المرتقبة أمام الجزائر في 12 من نوفمبر المقبل بنيجيريا لحساب جولة